لما بنتحرك على الايميلات عندنا بنلاقي فيه شوية ايكونز بتظهر على كل ايميل. مين بيبقى موجود؟ الديليتد ايكون، الريد اند unread ايميلز، البن والانبن والفلاج. يا ترى دول معنيهم ازاي؟ وهل الايكونز دي موجودة بشكل ثابت ولا ممكن اغيرها؟ لان احنا ممكن نبقى بنشوف ان زمايلنا ما عندهمش الادوات دي. وطبعا هي بتظهر معانا كل ما بنقف على ايميل بشكل مباشر، حتى من غير ما بنضغط كليك، بمجرد بس ما المؤشر بيتحرك على الايميل ده بتظهر لنا الايكونز دي. خليني في البداية اقول لكم احنا بنجيبها ازاي. طبعا بنضغط على السيتنجز ايكون، ومنها بشكل مباشر بنضغط على ميل، ومن الميل بنختار كويك ستيبس او الكاستمايز اكشنز. سوري، الكاستمايز اكشنز بيبقى جايب لنا هنا الايكونز الموجوده. يعني هو هنا جايب لنا علامه المارك از unread، هي يمكن بس بتحمل معانا شويه، الديليت، البن، الفلاج، وهكذا. اهي الادوات اللي احنا ممكن نبقى بنشتغل عليها. ممكن نضيف الاركايف، هل حابب تضيفه؟ بيقول لك لا انت كده وصلت للماكسيموم، فاحنا ممكن نشيل البن ونضيف الاركايف وهكذا. طيب، ازاي بقى معانيها ازاي وايه اللي بيتم بيه كل ايكون من دول؟ بكل بساطة علامة الديليت لما بنضغط عليها بيتعمل لنا ديليتنج للايميل، وبياخد معانا 10 ثواني، وهنقول ازاي ممكن نزود او نقلل المدة دي علشان لو حابين نتراجع عن القرار اللي احنا اخدناه. عندنا البن، والبن دي بتوجه لنا الايميل لاعلى الفولدر اللي احنا واقفين عليه، بحيث ان انت لما بتيجي كل يوم تشيك على الايميلات بتاعتك، انا عندي 1 2 3 10، بس في منهم ايميلين مهمين عايز ارد عليهم، بس انا مش فاضي دلوقتي. فانا ممكن بكل بساطة اضغط على علامة البن، فهلاقيه ثبت معايا فوق لحد ما ياخد الاكشن المطلوب منه، وبعد كده اضغط على نفس الايكون وهلاقيه نزل معايا. راح فين؟ رجع لنفس مكانه في ترتيبه في الفولدر طبقا للتسلسل الزمني، لان احنا مختارين الترتيب يبقى بناء على الديت. طيب، ايه العلامة اللي بعد كده؟ علامة read and unread. بكده الايميل كده بقى معايا unread. عدد الايميلات هنا بقي 9236. لما بنضغط عليها كده كأني قريته 9235. وعلامة الريد والانريد دي ممكن كمان لما باجي اجيب المؤشر لاقصى يمين الايميل بيظهر معايا الكف ده، بمجرد ما بضغط عليه بيقوم بنفس الدور ايضا. من الادوات الموجوده طبعا، ويمكن من اهمها وهنتناقش عنها بشكل تفصيلي في الفيديوهات اللي جايه، الفلاجنج اني اضيف الايميل بتاعي لقائمه المهام. بمجرد ما بضيفه في قائمه المهام كده بيتعمل له هايلايتنج بلون اصفر، بيختلف عن كل الايميلات علشان ينبهني ان في تاسك مطلوب جوه الايميل ده. ودي بشكل سريع الايميلات اللي انا ببقى عارف ان انا مطلوب مني اكشن عليها، مش مجرد بس ان انا هريبلاي عليها او حاجه، لا ده انا في اكشن لازم اعمله، مراجعه او دراسه او ايا كان طبيعه المهمه المطلوبه مني، بعمل لها فلاجنج مثلا بالشكل ده علشان تضاف معايا في قائمه المهام. وقائمه المهام دي بكل بساطه لما بتوجه لتو دو ليست بلاقيه حمل معايا واتضاف معايا هنا. بيجي يقول لي في لحظات كده معايا، بيقول لي في فلاجد ميل موجود عندي بنو ديت. يعني ايه نو ديت؟ يعني ما تمش تحديد له موعد معين في تنفيذه. فبكل بساطة لما باجي اضغط عليه بيظهر لي الايميل اللي عندي، دبل كليك ممكن احدده كده. خلاص انا خلصت الفلاج ده، خلاص كده انا تميت المهمة بتاعتي. فلما نرجع للايميل بلاقي عمل لي علامة صح، ان كده خلاص المهمة دي تمت معايا بشكل ناجح. طيب لو انا عايز ارجع تاني مثلا للفلاجنج، نرجع مثلا للانبوكس في الايميل ده. لما بضغط رايت كليك فبيجي يقول لي الفلاج ده عايزه امتى، المهمة دي عايزها تبقى امتى، النهاردة، بكرة، خلال الاسبوع ده، خلال الاسبوع اللي بعده. مفيش تاريخ، هي مهمة بس مش متحددة بتاريخ معين. ممكن اكستمايز لها موعد معين من كذا لكذا لازم اخلصها، وممكن اضغط على ريمايندر بحيث يجي لي ريمايندر في الاوتلوك بالنسبة للمهمة اللي انا حددتها. وطبعا اي مهمة بتضاف معايا ممكن من هنا اختار الفلاجنج، وممكن بكل بساطة من خلال عملية ان انت بتضغط بس على الفلاج بيظهر معانا. ولما بنتوجه زي ما قلنا للتو دو ليست بنلاقيه اظهر لنا كل الايميلات دي، وبمجرد ضغطة بتتزال معانا من قائمة المهام.
وكمان عندنا واحدة من أهم الأدوات الخاصة بتنبيهنا للإيميلات هي عملية السنوزنج. السنوزنج دي بكل بساطة لما باجي أضغط على سنوز من هنا بيجي يقول لي later today, this evening, tomorrow, this weekend، أو ممكن أحدد تاريخ وموعد معين علشان أعمل سنوزنج للإيميل بتاعي. طيب سنوزنج دي بتحصل لها إيه؟ سنوزنج الإيميل بتاعي بيختفي عندي من الإنبوكس، تمام؟ وليكن مثلا أنا هعمل سنوزنج للإيميل ده وهختار ديت معين هيبقى tomorrow morning، لا انا عايز مثلا Sunday morning، او هكستمايز تايم معين. احنا النهارده 23، فانا هختار 23 الساعة كام؟ هختار الساعة 1 PM، يعني بعد ما يقارب من 25 دقيقة من دلوقتي. لما هضغط اوكي ايه اللي حصل معايا؟ الايميل اختفى معايا تماما من هنا، وظهر معايا فولدر جديد اسمه سنوزد. سنوزد ايه اللي بيحصل فيه؟ بكل بساطة في الموعد اللي انا حددته الايميل هيرجع تاني عندي في الانبوكس كأنه لسه واصل لي، يعني مش هيبقى نازل لي تحت في الهوم بوكس او في الانبوكس تحت، لا ده هيرجع لي تاني في الترتيب الاول، بحيث ان انا ابقى بنبه نفسي ان ده ايميل يعتبر لسه واصل لي فاخد لبالي منه. طبعا بالنسبة للراسل، الراسل بعته في ميعاده، واضح ان هو بعته في ميعاده، ده مجرد بس تنبيه ليك انت. يعني مثلا انا النهارده جيت الصبح وجيت عملت سيرشنج فلقيت ان في ميل مهم جدا عندي محتاج اخد عليه اكشن. طيب الايميل ده انا ممكن بكل بساطة انساه، ممكن اعمل له بين زي ما كنا قلنا، ممكن نعمل له انريد، ممكن نعمل له فلاج بتاريخ معين، او ممكن نعمل له سنوز، بحيث ان انا عارف نفسي ان انا هخلص الاجتماعات دي وهبقى موجود على مكتبي الساعة 1، فالايميل ده يجي لي الساعة 1 بحيث ان هو ينبهني واخد فيه الاكشن بشكل مباشر.